بسم الله الرحمن الرحيم. ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. مناسبة عيد الأضحى المبارك ينعاد عليكم الأيام بالخير والصحة والسعادة. النهاردة كده عشان مناسبة عيد الأضحى المبارك هنعمل كده مع بعض طريقة عمل الكوارع بطريقة سهلة وبسيطة. يلا بينا كده نخش على الفيديو ونشوف الطريقة ازاي. قبل ما نخش على الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس ليوصلكم مني كل جديد. معايا الكوارع انا غسلاها ومنضفاها كويس جدا 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 ونقعاها في ميه، وما شاء الله ريحتها وشكلها تحفه يشهي وهي نيه. ومعايا جزر وبصل وورق لورا وحبهان وزعتر ومستكه، وهضيف كمان حبه فلفل اسمر وكمون. ومعايا طماطم عصراها يعني عصير طماطم. ومعايا نص كوبايه خل وليمون والميه. تعالوا كده نشوف هنعمل ايه بكل المكونات دي. معايا حله على النار فيها ميه بتغلي، وهضيف عليها ليمونه واقل من نص كوبايه خل او ربع كوبايه خل بالشكل ده لحد ما تغلي معايا. وهضيف الكوارع. الخطوه ديت جميله جدا، ما بتخليش اي ريحه زفاره، ما بتخليش في ريم للشوربه ولا اي حاجه. الطريقه ديت جميله جدا جدا جدا. هبتدي كده احطها الكوارع كلها كده عشان تاخد معايا قيمه ربع او نص ساعه غليان على النار. الحله جت صغيره معايا يعني انزحمت معايا. هبتدي كده انقص شويه من الميه علشان تاخد راحتها وهي بتغلي. بعد ما تغلي وتاخد معايا قيمة ربع كده ساعة من الغليان أو نص ساعة، يعني على حسب ما انت تشوفيها كده ابتدت يعني تخش معاكي في مرحلة اللون اللي هي يتغير. هغطي عليها كده واسيبها لحد ما تاخد وتدي مع بعضها بالشكل ده. كده بقت معايا ما شاء الله كده جاهزة ومية مية. هبتدي اشيلها من المية اللي هي فيها ديت واصفيها، وابتدي اشوحها تشويحة بسيطة اهي. ما شاء الله انا بوريها لكم كده شايفين ما شاء الله جي كده مية مية. هبتدي بقى انجحها من الشوربة اللي هي فيها دي خالص، واكب المية دي خالص خالص بعيد عن الكوارع. بجد هتاكلوا احلى واجمل كوارع. انا حطيت في المية دي ورقتين ورق لورا وكده علشان تدي معايا تست برضه. هبتدي كده اجيب حله على النار احط فيها المتاح عندك، زيت سمنه زبده اي حاجه متاحه عندك هتحطيها فيها. وهتضيفي معاها الورق اللورب وحبهان والزعتر والمستكه والبصل، وهضيف معاها كمان الكوارع وهشوحهم تشويحه بسيطه. وهضيف البصل ورشه بسيطه من الفلفل ورشه بسيطه من الكمون، وهقلبهم مع بعض كده وهفضل اشوحهم شويه. وبعد كده هجيب ميه مغليه معايا في الكتل او تغلي ميه على عين البوتاجاز وهتضيفيها عليهم تاخد وتدي كده مع بعض. وهضيف معايا معلقه صغيره سكر لان السكر بيسعف بيخليها تستوي معايا بسرعه. خطوه التشويح دي ما جاتش معايا الفيديو التليفون سخن ففصل مني، فانا اسفه على الحته دي. فانا بقول لكم الخطوات عشان تبتدوا تعملوها كده. غطيت عليها لحد ما تستوي ما شاء الله. ما بتاخدش وقت. نص معلقه السكر ديت بتخليها تستوي بسرعه وبتدي طعم حلو يعني برضو. هبتدي كده معايا على النار معلقه سمنه زبده اي حاجه المتاحه عندك اشتغلي بيه. الديش بقول الصرف. هبتدي كده معايا معلقه توم، هنعمل الصلصه الدجه يعني. معلقه توم كده مهروس، شويه توم كويسين كده يعني محترمين، هتدجيهم كده هتهرسيهم يعني. وبعد كده هتحطيهم يتشوحوا لحد ما يصفروا معاكي. هفضل اقلب فيهم كده لحد ما الاقي التومه معايا اصفرت. اني ضفت الزبده مع التوم على طول علشان التومه بتنحرق قبل يمكن الزبده مش تلحق تصفر. هضيف معايا قيمه معلقتين 3 كده خل، مش تكتري اكتر من كده. خل بس تضيفي خل نظيف، خل الطعام. ابتدي كده اقلبهم كده مع بعض. وبعد ما يغلوا كده هضيف معاهم عصير الطماطم اللي حبيتين كده طماطم انا فرماهم في الخلاط. هبتدي كده اضيفهم واقلبهم وهتبقى معايا احلى صوص. هضيف اللهم صل عليك. انا بشوحهم كده مع بعض كده شويه، وبعد كده اضيف معلقه صغيره من السكر. اسفه. هضيف معايا البهارات بتاعتها، شويه كمون شويه فلفل اسمر
المتاح عندك حطيه كده. الكوارع استوت معايا، طلعتها. شايفين مفيش ريم عامل على الكوارع. الكوارع شكلها يشهي ويفتح النفس، جميلة جدا جدا جدا. واستوت معايا بسرعة، ما خدتش وقت لانها جاهلة وصغيرة. الكوارع تعرفيها ان هي صغيرة من من الكوع اللي هي العضمايه بتاعتها. لو لقيتيها العضمايه زرقاء يبقى ديت عجالي صغيره، اشتريها وانت مغمضه. لو لقيت المفصل بتاعها ابيض شاهي لونه مصفر كده، يبقى دي بتاعت بهيمه تكون كبيره في السن، فهتاخد معاكي سوا، فبلاش منها. لو بارخص التراب ما تجيبهاش، هتبقى زي جلتها. دايما تجيبي اللي هي العظميه بتاعتها لونها زرقاء. دي صلصه الدجه، عملتها كده معايا زي ما انتم شايفين، ما شاء الله الاكل شكله يشهي ويفتح النفس. اسفه على التصوير لاني بصور لوحدي وانا ماسكه الموبايل بايد وبصور بايد. شايفين شكل الكوارع تشهي وتفتح النفس. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس يا احلى متابعين. يلا مع الف سلامه، كل سنه وانتم طيبين.